السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباب تتعرض لاعتداء عنيف هي وزوجها من الجزائريين. صباح اليوم صراحة وجدت مجموعة من اللايفات والفيديوهات التي تتكلم على هذه السيدة المغربية اسمها رباب متزوجة وتعيش في إيطاليا. استفزها الجزائريين بطبيعة الحال بطريقتهم يعني المسيئة للمغرب، فردت عليهم من خلال فيديو عرضته على حسابها على التيك توك، وهي تقطع العلم الجزائري. الفيديو دار بوم، وصل ل1,000,000 مشاهدة. تم اكتشاف فيديوهات أخرى. واحد فيديو آخر هي كتوقف على العلم الجزائري أمام سيارتها، وردت على الجزائريين على الاستفزازات ديالهم بعدد من الفيديوهات. المسألة تطورت أنه تم تحريض جزائريين عليها، اللي مع الأسف يعني كانوا عارفين فين ساكنة وعارفين البيت ديالها فين كاين، فتهجموا عليها هي وزوجها. وقع بينهم شجار عنيف. دخلت الشرطة وأخذت الشابين الجزائريين إلى السجن، أو واحد إلى المستشفى والثاني إلى السجن، بالإضافة إلى زوجها اللي صراحة مازال ما عارفينش الوضع ديالو كيفاش عامل. المسألة خطيرة جدا، فيها عنف وفيها يعني استفزاز من الطرفين. المنصة تكلمت على رباب على أنه كلنا رباب، وكل الناس تعاطفت مع القضية ديالها. أنا واحدة من المتابعين، يعني قبل ما نشارك في اللايفات شفت الفيديوهات ديالها وشفت شنو عرضت بالضبط. صراحة مسألة تمزيق الأعلام، يعني علم أي دولة، أنا كنشوفه استفزاز لا داعي له. ماشي على أساس لأنه أنا مع الجزائر أو أنا مؤيدي خوا، بالعكس، أنا ضد فكرة خوا، وأنا ضد التصرفات الهمجية التي يقوم بها الجيران، وضد السب والشتم اللي كنسمعوه منهم. كنشوفوهم في اللايفات كيفاش كيتكلموا، اللغة اللي كيتخاطبوا بها، مستوى منحط. ولكن واش حنا الا كان هما مستواهم هذا هو حنا نقلدوهم او نتعاملوا بنفس اللغة اللي كيتعاملوا بها هما؟ مع الاسف الشديد انا شفت رباب كيفاش تكلمت في الفيديوهات، وشفتها ايضا على احد المنصات، منصة الفاسي بالضبط، اللي يعني يتبنى بعض الامور اللي فيها مهمة، بعضها مهم، دفاع عن المرأة المغربية وما الى ذلك. ولكن بخصوص هاد السيدة بالضبط، انا شفتها مع الاسف الشديد الاسلوب اللي تكلمت به لا يليق بنا نحن كمغربيات. خص المستوى الاخلاقي ديالنا يكون عالي، ماشي حنا اللي نتكلموا بهذيك الكلمات النابيه من الصمت لتحت. وهذا ما قاله ايضا صاحب منصة صوت المغاربة المغتربين عزيز جونيف، واللي كنا حاضرين في المنصة ديالو وتفاعلنا مع الوضع ومع الموضوع اللي كان هو العلم. واش مسموح أننا نمزق علم أي دولة؟ واش هذه المسألة فيها إضافة للقضية الوطنية؟ كانت يعني كل الآراء، كل واحد شنو قال، تضارب الآراء كان كبير. البعض تكلم على هذه المسألة على أنه حنا من حقنا أننا ندافع على وطننا بالطريقة التي نراها مناسبة. البعض الآخر تكلم على أنه ما عندها حتى شي إضافة أنك تشد عالم وتمزقه، مجرد عمل استفزازي. والبعض تكلم أيضا على أنه مع رباب في تصرفها وفي طريقة كلامها وفي ألفاظها النابية، وأنهم عندهم حتى شي مشكل ومن حقها، والبادئ أظلام هما اللي بداو وما إلى ذلك. أنا الرأي ديالي كان صراحة من رأي عزيز جونيف، لأني كنت رافضة لفكرة أنك تسمع الكلام النابي على فم السيدات المغربيات الفضليات. يعني الدفاع عن الوطن ما محتاجش منا أن نكونوا سبابين، نكونوا لعانين،
ننزل لمستوى الكراغلة ونتعامل بنفس أسلوبهم وبنفس أخلاقهم. هذا أنا ضده جملة وتفصيلا. وهذه المسألة صراحة تشارك فيها معي عدد من السيدات والسادة اللي أيدوا هذه الفكرة، وكاين اللي رفضوا وقال لك لا، السيدة من حقها أننا ندافع عليها وأننا نوقف معها في هذه الأزمة. فأنا لست ضد الوقوف معها أبدا، ولكن أيضا كلمة الحق خاصها تقال. الكلام اللي صدر من هذه السيدة وانا لاحظتها في اللايف اللي كانت متواجدة فيه لغة شوارعية لدرجة كبيرة جدا، ما يمكنش نتعاملوا معها على أساس أنها حاجة عادية، وما يمكن ليش أنا أيضا نتقبلها ونقول لا عادي أنه ممكن الواحد يتكلم بالكلام النابي ويستبيحه في بيته ويستبيحه في اللايفات وفي غيره من الأماكن في الشارع وما إلى ذلك، لأنها هي كانت تتكلم في الشارع مع هاد الشباب الجزائريين أو الكراغلة إلى صح التعبير، لأنهم صراحة نعياو ونهضروا، ولكن الأخلاق ديال الكراغلة راه معروفة، همجيتهم معروفة، أنهم يعني ناس مجبولين على أنهم يسيئون للآخر، أنهم يتهجمون، أنهم يتلفظون بأبشع الألفاظ. هذه حاجة معروفة وكنعرفوها كاملين على الجزائريين، ولكن باش نولو حنايا نتشابهوا معهم في هذه النقاط، فأنا ضد هذه المسألة. اللايفات بقيت مفتوحة صراحة، كل شيء يتكلم، وشي متعاطف شي ضد. تعجبت أنا صراحة العدد من اللايفات اللي تصدمت أنهم تبنوا نفس الفكرة، أنه من حقها تتلفظ بديك الألفاظ، أنه عادي أنها تتكلم بديك الطريقة، أنه مسألة بالنسبة لهم خصها نقولوا كلمة أنا مع بنت بلدي ظالمة أو مظلومة. أنا معها بطبيعة الحال كسيدة، من حقها أنها نوقفوا معها لأنها مغربية، ولكن الوقفة الحقيقية هي أننا نوقف ضد هذه الأساليب اللي ممكن نلقاوها متداولة على منصات التواصل، ونلقاوها متداولة في الشارع أيضا. السيدة لها زوج ولها أطفال، خاصها تحافظ عليهم، خاصها تحمي نفسها وتحمي أسرتها، وتخلي الدولة هي اللي تكلف بهذه الأمور. السوشيال ميديا شيء والواقع شيء آخر. من حقنا أننا نحميو أسرنا ونحميو أطفالنا، والقانون يعني غادي يوقف في صف المعتدي، المعتدى عليه بطبيعة الحال، ولكن أيضا المعتدي إلى جاب شي تسجيلات فيها الشتائم والسب والاستفزاز، نظن باللي القانون أيضا غادي يتكلم في هذه المسألة. وتحياتي إلى الجميع وشكرا.